ترحب بكم شوشو من جديد في الفيديو نتاع اليوم. متتبعاتي ومشتركاتي العزيزات، ان شاء الله كامل تكونوا في احسن الاحوال. اليوم راح نحضروا العسل بواحد المكون وبواحد الطريقة اللي مستحيل انه يتحجر ولا يجمد حتى لو كان يبقى لك اعوام في الثلاجة. صدقوني حبيباتي، الوصفة صادقة وناجحة، يعني ما تتخيلوش كيفاه القوام نتاع العسل هذا يكون عاقد ولكن مستحيل انه يتحجر. اللي تحب تحضر هذا الوصفة تبقى معنا دائما للاخير، ونذكرك اذا كان اول مرة تدخلي قناة شوشو ما عليك حبيبتي غير الاشتراك وفعل الجرس، وأيضا جام بارك الله فيكم فضلا وليس أمرا، لأنها الوصفة في الحقيقة تستاهل أنك تحطي لها جام. تبعوا أخواتي، دائما نبداو الوصفة نتاعنا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا واش نحتاجو هنا؟ عندي كيلو نتاع السكر. تبعوا اخواتي المقادير والطريقه ايضا مهمه جدا بالتفصيل باش تنجح لكم هذا العسل. اكيد كامل تعرفوا تصنعوا العسل، ولكن حبيباتي فيها واحد المكون اللي ما تتخيليش ابدا، اللي يخلي العسل نتاعك مستحيل يعني انها تتحجر لك حتى لو كنت تخليها في الثلاجه اعوام. صدقوني تبعوا المقادير بالتفصيل. واكيد يعني ايضا من الناحيه الاقتصاديه تحضري العسل في بيتك احسن ما تشريه. كيلو سكر راح يدير لك كيلو تقريبا زايد شويه، يجيك ناقص في الثمن احسن ما انك تروحي تشري كيلو نتاع العسل. على بالك ثمن تاع كيلو نتاع العسل قداه يدير؟ تبعوا هنا اخواتي الكيلو هذا نتاع السكر نحيت منه كاس نتاع السكر، نحطه على النار تكون هادئة. من الأحسن تكون الجميلة نتاعك ولا الطنجرة نتاعك من النوع اللي تكون ثقيلة شوية. هنا تبعوا حتى يبدأ يتكرمل هذا السكر، ما تخليش يكحال، لانك باش يكون اللون نتاع العسل نتاعنا كما شاهدتوه يكون لون العسل الحقيقي يكون ذهبي. اذا كان خليتي هذا الكراميل تكرمل وحتى انه بدا يكحال اللون نتاعو كاك العسل نتاعك حتى تكون فيها حتى الجو ماشي مليح. هنا لاحظوا تحاولي انك تحركي بالملعقه الخشبيه اكيد حتى يذوب هذا السكر. وتبعوا اخواتي المكونات اللي راح نضيفهم. احنا عندنا 3 مكونات، فيهم مكون كما قلت لك ما يخطرش على بالك ابدا. هنا نخلي هذا السكر يبدا يتكرمل على نار هادئه. دائما كل حاجه كي نحبوا نخدموها وتكون ناجحه النار دائما تكون متوسطه ولا هادئه، ويكون عندنا البال والوقت هكا نتحصلوا على نتيجه رائعه جدا. تبعوا هنا درك يذوب هذا السكر يتكرمل كأننا راح نصنعوا الكراميل مع التحريك. من الأحسن كما قلنا بالملعقة الخشبية بهذا الشكل. والآن درك تشوفوا واش نضيفوا. الماء أيضا راهو بالكيلة، عندي 2.5 كيسان نتاع الماء. الماء نتاعك من الأحسن يكون سخنتيه ولا حتى يغلي، لانه باش يساعدنا انه ليه يذوب هذا الكراميل. الماء 2.5 كيسان، لانه ايضا سر نتاع نجاح العسل انها تطيب يعني في مده شويه تكون طويله، لانك اذا حطيتي الماء قليل ليه تعقاد لك وما تطيبش ما يطيبش السكر. هذا ثاني يخليها انها تتحجر لك. هنا كي نديروا 2.5 كيسان نتاع الماء يعني راح نعطوها الوقت تقريبا 15 دقيقه او اكثر. تبعوا درك تشوفوا اخواتي هنا الكراميل راهو والسكر نتاعنا راهو ذاب، تحصلنا على كراميل. هنا نحط الكاس الاول نتاع الماء راهو سخون. يعني بالعقل حبيباتي من الاحسن ما يكونوش معاك الاطفال في المطبخ، لان هاد الاشياء كي نحضروها راهي خطيره شويه. ومن الاحسن انك تجبدي الجميله نتاعك على النار ولا تنقصي لها خلاص هكا باش لاحظوا هنا البخار يعني يخوفوا هاد الاشياء هادو لازم نخدموهم بحذر. هنا الكاس الثاني وهنا نصف كاس، عندنا 2.5 كيسان نتاع الماء يكون سخون. نحطو على هذاك الكراميل ونخليه نبدا نحركه حتى يذوب. تلقاي هذاك الكراميل السكر هذاك اللي في القاعده يذوب ذاب تماما. وفي هذه الاونه راح نضيف السكر اللي بقى. هنا رحنا نخدمو بكيلو نتاع سكر. وانت اذا تحبي ديري كميه كبيره اكيد راح تضاعفي المقادير، يعني كل كيلو راح تنحي منه كاس نتاع سكر وديري نفس الطريقه.
لاحظوا هنا نخليه حتى يذوب. درك هنا يبدا يطيب كما قلنا الطياب نتاعو من 15 دقيقه الى ما فوق على حسب النار. يعني النار هنا راهي متوسطه، اذا كان نقصتي لها خلاص اكيد راح يزيد في الوقت شويه حتى نتحصلوا على العسيله اللي. لاحظوا هنا كيبدا اولا بدا يغلي. واش نبدا نضيف له؟ عندي نصف حبه تاع الليمون. هنا كاين اللي يقول لك الليمون يكفي. لا حبيبتي، الليمون ما يكفيش. الليمون راهو يعطيه اللون الذهبي. ولاحظوا ثاني المكون الثاني، هنا عندنا 3 مكونات. هنا الشب، اكيد كامل تعرفوا باللي العسل نحطوا فيها الشب تقريبا قد حبه تاع الحمص او اقل. الشب ايضا راهو ما يخليش يتكرمل ويعطي له اللون الذهبي اللي تلاحظوا فيه. غير حطيت الحبه نتاع الشب اللون نتاع العسل نتاعنا راهو تبدل. نخليهم هنا هذو المكونات نخليهم يطيبوا حتى يبدا تعقاد هذا العسيله نتاعنا. لاحظوا هنا كيفاه راهي بدات تعقاد. لاحظوا في اللون نتاعها ذهبي روعه. يعني كي تكون العسيله نتاعك بهذا اللون كي تحطيها في الحلويات تعطيها بريق وتعطيها بنه. وايضا الحلوه نتاعك ما يتبدلش لونها، لانها العسل كي يكون اللون نتاعها داكن بزاف راهي تفزد لك الحلوه وما تكونش الحلوه نتاعك لماعه، ما تكونش باهيه. هنا بعد ما عقاد هذاك العسل نتاعنا عقاد تماما. لاحظوا في المكون اللي قلت لكم حبيباتي ما يخطرش على بالكم، مكون رائع جدا يعني عن تجربه. هنا عندنا الجلوكوز، راكم تلاحظوا فيه عندي ملعقه كبيره تاع الاكل جلوكوز. اكيد تعرفوا كامل حبيباتي الجلوكوز يتباع في المحلات راهو رخيص. يعني هذه العلبه هذه انا شريتها 15,000. تحطي هنا راهي العسيله تاعنا صاي طايبه. هنا نحط هذا الجلوكوز حتى يذوب. لاحظوا نحاول نذوبه، هو راهو عاقد واصلا كان في الثلاجه. نخليه حتى يذوب مليح ونحرك حتى يذوب لانه راهو عاقد بزاف. هذا هو المكون اللي يخلي العسيله نتاعك ناجحه احسن من المحلات صدقوني حبيبتي. لانه نتاع المحلات احيانا نحطها في الثلاجه نلقاها تحجرت. هذه مستحيل انها تتحجر. انا كي صورتها لكم في هذيك البلاره راهي عندها 3 ايام وهي محطوطه هكا باش ناكد لكم باللي راهي ما تعقدش وما تحجرش ابدا. هنا بعد ما ذاب هذا الجلوكوز هذا، لاحظوا اخواتي درك نطفي. هنا شوفوا في القوام كيفاه يجي. لاحظوا هنا اكيد راهي سخونه، من بعد كي تبرد راح تكون عاقده تكون خاثره يعني مركزه جدا. من بعد انت كي تحبي تصنعي الحلويات تحبي شتيها عاقده بزاف اكيد راح تضيفي لها يا اما مزهر يا اما تحبي تضيفي لها شويه ما وتخففيها. واذا كاين الحلويات اللي يحبوا العسيله تكون عاقده بهذا الشكل اكيد راح تخليها بهذا الشكل. لاحظوا فيها عسيله ناجحه 100% يعني بهذا المكون خاصه الجلوكوز. اخواتي جربوا ودرك تشوفوا النتيجة، حتى الجون تاعها روعة. أنا في الحقيقة الحلويات اللي نصنعهم خاصة في البيتي ولا العائلة نتاعي نفضل أني نصنع العسل بيدي، خاصة المعسلات كما البقلاوة. أنا البقلاوة يعني مستحيل نصنعها بالعسل نتاع المحلات، نصنعها بالعسل اللي نصنعها بيدي لأنها تكون بنينة وتكون ناجحة. لاحظوا في القوام هنا راني نوضح لكم، هنا راني تحصلت على كيلو زيادة شوية نتاع عسل عاقدة روعة. هنا راهي عندها 3 أيام صدقوني أخواتي بكل أمانة 3 أيام وهي محطوطة بقات بالقوام نتاعها. يعني باش نوصلكم الوصفة بكل صدق لأني كل حاجة نحب نقدمها لكم يعني راهي بصدق وأمانة، لأني ما نحبش نحط لكم حاجة ما تنجحوش فيها ولا تخسر لكم ولا تخسروا. يعني الإنسان كل حاجة في هذه الدنيا يخدمها بإحسان وبصدق هكا باش يدي على الأقل دعوة خير. لاحظوا هنايا حطيتها في البلارة. هنا البلارة ما حبيتش نعمرها مليح هكا، دائما كل حاجة كي تحطيها في البلارة ما تعمريهاش مليح. وهذه هي الوصفة نتاعنا اليوم، إن شاء الله نكون أفدتكم حبيباتي، ونتلاقاو في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.